وانتوا زي البهايم بتصدقوا اي حاجه بتتقال. ده كان بيخونها معاها، ده هي السبب، وبتصدقوا. اقسم بالله شويه معيز بيتقال لكم الكلمه بتصدقوها. واللي مش عاجبه خلقتي عشان انت سبحان الله من بعد ما سبت ريم ما بقاش في قبول في وجهك، انفولو. البني ادمه دي انا راعيت ربنا فيها من الالف للياء، وهي تشهد واهلها يشهدوا واهلي يشهدوا وكل الناس اللي حوالينا يشهدوا ان انا البني ادمه دي راعيت ربنا فيها من اول ما عرفنا بعض لحد ما سيبنا بعض على خير. انا ارتبطت يا جدعان، انا ارتبطت. واحد طلق خلاص وارتبط، ايه العيب في كده؟ انا مش متجوز، مش بخون، مش بعمل اي حاجه غلط. ايا كان بقى، طلقت النهارده واتجوزت بكره دي حاجه ما تخصكوش، بس برضه عشان اساعدكم تتخطوا الموضوع ده، ماشي؟ عشان انتوا مش عارفين تتخطوا ان انا وريم اتطلقنا. انا تخطيت، انا اللي كنت في العلاقه وتخطيت خلاص، وانتوا مش عارفين تتخطوا يا شويه نسوان. ما انتوا عرفتوا خبر طلاقنا في شهر 11، انا وريم متطلقين من شهر 9، وانا وريم واخدين القرار تقريبا من شهر 4. بعيدا عن كل ده بقى احساسها، طب واحاسيس ريم؟ خلاص احنا متطلقين، اتطلقنا، ما يخصنيش، دي حاجه ما تخصنيش، ومش المفروض ان انا امشي وراها، ومش المفروض ان انا اعمل بيها، ده مش المفروض انه يحصل. بس عشان انا برضو بني ادم كويس وبهتم بمشاعرها، ريم عارفة عني كل حاجة. انا وريم لسه صحاب، انا وريم لسه كويسين جدا مع بعض، وانا بطمن على مشاعرها طول الوقت، بتأكد ان هي تمام، وبتكلم معاها وبكوميونيكيت على طول. فما تبقاش البني ادمة اللي المفروض هي اللي تتأثر وهي اللي تزعل وهي اللي تتضايق. ما تعملش اي حاجة من الحاجات دي، وتكون سبورتيف معايا وتقف جنبي وتساعدني، وتتضايق لي وتزعل لي على الكلام اللي بيتقال عليا ده، وانتوا يا شوية تيجوا تبعتوا لي المسج دي وتقولوا لي الكلام ده. لو انت يا روح امك انت وهي ما عندكيش اب يربيكي او ام تعرفك ايه الصح من الغلط، دوروا لكم على كبير ودوروا لكم على حد يعلمكم الصح من الغلط. او مش مشكله، انا هعلمكم دلوقتي واعرفكم. عيب، ما يصحش ان انتوا تتدخلوا في امور شخصيه بتاعت حد. هتقولوا لي ما انت اللي بتعمل على السوشيال ميديا، انت اللي حاططها للبابليك والناس كلها عارفه. انا ما جيتش حشرت البنت دي في زوركم، يعني ريم وسكت عليها، اللي حصل والشتايم والتهزيق اللي احنا الاتنين اتهزقنا وسمعناهم. بس طبعا اكتر عليا، ليه؟ عشان انا الذكر، عشان انا الراجل اللي دايما بيخون واللي دايما بيسيب وبيرمي، والنسوان في بلدنا في مصر العزيزة ما بيعملوش اي حاجة غلط، ملايكة طاهرين، والرجالة كلهم. فعشان تبقوا عارفين، مش كل الرجالة وحشة، مش كل الرجالة خاينة، ومش كل الرجالة بترمي وبتسيب. الكيس دي معايا انا، بقولها لكم بكل جرأة وبكل صراحة، انا ما قصرتش مع البني ادمه دي في حاجه. كان فيا عيوبي، وكان فيها الحاجات الوحشه بتاعتي، وكان في مشاكل اللي بنمر بيها والخناقات اللي كنا بنمر بيها. قدام ربنا انا راعيت ربنا في البني ادمه دي، فحرام عليكم ان انتوا تشتموا وتهزقوا فيا للدرجه دي، لان انا استحملت بما فيه الكفايه. انا ما رضيتش اتكلم وافتح بقي واقول اي حاجه تخصني انا وريم، لان كل الهجوم كان جاي عليا، وانا كان بالنسبه لي والله احسن مليون مره ان انا اخد ده كله واشيل ده كله من البني ادمين السيئه اللي بيقولوا كلام وحش قوي قوي قوي. انا فعلا ما اعرفش هم يعني حتى بجد بتجيبوا، انتوا كرييتيف، ده انتوا كرييتيف في الكلام الوحش اللي انتوا بتقولوه. بس انا اخترت ان انا اشيل كله عن ان ريم تسمع كلمه وحشه، ولا يبعت لها رساله وحشه، ولا يكتب لها كومنت وحش. بس بقى تيجوا على بني ادمه انا في علاقه معاها وتبعتوا لها يا رب تلبسي كفنك الابيض قبل فستانك الابيض؟ مين بيقول كده؟ جبتوا القسوه دي منين؟ بجد اتعلمتوا القسوه دي فين؟ وعشان اريح ضميركم واريحكم على الاخر، يعني يا رب تريحكم، عشان انتوا بني ادمين ما تستحقوش حاجة حلوة في حياتكم. الناس اللي بتبعت الرسائل دي وبتكتب الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا هياخد لي حقي،
وهياخد لها حقها، والناس اللي كتبت رسائل وحشه لريم برضه هياخد لها حقها. ليه انا وريم سيبنا بعض؟ دي حاجه برايفت قوي وحاجه سنسيتيف قوي علينا احنا الاتنين، وحاجه عيب وما يصحش ان احنا نطلع نتكلم فيها في العامه. غلط وعيب ان احنا نتكلم في الحاجه دي. كان نفسي اقول الاسباب عشان انتوا تبطلوا اللي بيطلع منكم ده من بقكم، وانتوا من بقكم في بيطلع من بقكم. يا رب بقى نفهم شويه، واللي مش عاجبه كلامي يغور في 60 داهيه. ما تعملوليش فولو، انا مش عايزكم تغور الفيوز وتغور الفلوس وتغور كل حاجه في مقابل ان انا اتخلص من القرف اللي انا شفته ده. عايزين تقولوا حاجه قولوا حاجه خير، ادعوا. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد مش هقول اكتر من كده. الاذيه اللي انتوا بتاذوها لنا كلنا على بعض كده دي هتترد لكم. لا وكله عمال بيبعت لها انت ريباوند، انت عارفه يعني ايه ريباوند؟ خلي بالك انت ريباوند. لا روح امك انت وهي مش ريباوند. هي بني ادمه كويسه وانا مبسوط معاها وانا حاببها، واتمنى ان احنا نكمل مع بعض. اصل هي مش محجبه وبصوا لابسه ايه. وأنا لو اتجوزت واحده بتلبس زي ريم وعامله زي ريم، بصوا بيتجوز واحده عامله زي ريم ازاي. ما بيعجبكوش العجب مهما كان انا عملت ايه واخترت مين ورحت فين. انا بني ادم وانا بني ادم ما عنديش دم، وانا ازاي انساها وازاي اتخطاها. خلاص يا جدعان، خلاص خلصت القصه، خلصت الفيلم اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا عليه خلص خلاص. فيديوهاتنا وشلتها كلها، مسحت كل فيديوهاتنا من على النت. الناس بقى عماله تاخد الفيديوز دي وعماله بتنزل فيها تاني وتالت ورابع، وفي ناس فاكرانا لسه مع بعض، في ناس فاكراني بخونها دلوقتي. بسم الله. طب بصوا يا جدعان، قبل ما ابدا الفيديو ده انا بعتذر جدا لامي ولاهلي ولاصحابي وقرايبي كلهم والناس اللي تعرفني. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي وهيطلع مني ده مش تربيتي ومش اسلوبي ودي مش طريقتي، بس انا سكت بما فيه الكفايه وشفت كلام ومسجز وكومنتس ما يستحملهاش حد، وعشان بس تشوفوا اكزامبل وتبقوا عارفين الكلام اللي هيطلع مني دلوقتي ده هيطلع ليه. شوفوا الكلام اللي بيبعت لي عامل ازاي. مبدئيا كده انا عارف ان الناس اللي بتبعت المسجز دي والناس اللي بتكتب الكلام ده يا اما عيال صغيره، يا اما ناس ما تربتش وما شمتش ريحه التربيه، يا اما ناس جهله مش متعلمه ما تعرفش يعني ايه ادب وذوق واحترام، يا اما ناس مش متدينه وما تعرفش يعني ايه دين ولا اسلام ولا مسيحيه ولا ايا كانت الديانه اللي هم متدينين فيها. يعني انا كده بقول الكلام ده وخلاص، انا اسلوبي باص كده والكلام ده بيطلع مني عشان النسوان الجهله دي مش هيفهموا الكلام غير بالطريقه دي. انا عمري في حياتي ما خنت ريم، من اول يوم من اول يوم اتصاحبنا فيه لحد اليوم اللي اتطلقنا فيه انا ما بصيتش على بني ادمه تانية. عامة في الحياة عامة مش لازم اي اتنين بيسيبوا بعض نطلع مين الحد الوحش ومين الباد جاي والحد الايفل. انا فاهمة ان في المسلسلات والافلام وكده دايما بيبقى في حد اللي هو احنا متعاطفين معاه، وحد طيب وغلبان، والحد التاني اللي هو الوحش الخاين الكذاب. فاحنا على طول في اللاوعي بتاعنا اي علاقه بتفشل هندور بقى مين الحد الكويس الطيب ومين الحد الوحش الظالم وكده. مش شرط خالص يبقى في العلاقات يبقى فيها حد وحش وحد كويس. ممكن يبقى السبب حاجه بره عنهم هما الاتنين، او ممكن ملناش دعوة. ممكن بس نقول كده ملناش دعوة، اتنين سابوا بعض خلاص، ربنا يكرمهم ربنا يسعدهم، ملناش دعوة.